السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم اماني زكريا وقناتي سهل وبسيط مع اماني. انا بتأخر عليكم في الفيديوهات، انا عارفة، سامحوني بقى واعذروني. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة لذيذة جدا واكلة بقى شعبية مصرية اصيلة حرشة، هتأكلنا بقى 15 رغيف وانتوا طالعين، يعني بصوا ما تعدوش العيش. طبعا بطريقة مختلفة غير المعتاد، يا رب تعجبكم. وما تنسوش بقى تعملوا لي لايك واشتراك في القناة، ويلا مع بعض نشوف هنعمل ايه. اول حاجة هيكون عندي طبعا بصل عجة، يعني بصل كتير. هيكون عندي دول 5 6 بصلات كبار كده، قطعتهم بالشكل دوت قطع صغيرة. نزلت عليهم ببرضو 4 5 معالق زيت. هرفعهم على النار، انا مش عايزاه البصل يستوي او ياخد لون، انا مجرد بس هلاقيه يدبل. هنزل عليه برضو دول نص كيلو طماطم، قطعتهم كده بالشكل دوت ومعصرتهمش في الخلاط عشان مش عايزة نسبة سوائل كتير. اول ما هنزل الطماطم هنزل معاهم معلقتين رز بالعدد، طبعا الرز مغسول، وهنزل عليهم كمان بكوباية مية. طبعا الرز هياخد تسوية، فهبتدي اديله بق مية في بق مية لغاية ما الاقيه بصوا بالشكل دوت استوى. هطفي النار، اول ما الرز يستوي اطفي النار. انا بقى عايزة ابرد الخليط بتاعي دوت علشان هحط البيض، ما البيض ما يستويش، فهبرده كده بالخضرة، حزمة شبت وبقدونس وكزبرة مقطعهم كده بالشكل دوت. هيكون عندي هنا دول 4 بيضات. انا على فكرة ما بحبش البيض كتير في العجة لاني بيزفر العجة وبيديها طعم كده مش لطيف، انتوا عارفين زفرت البيض. طبعا نزلت عليهم بقى بالتوابل، ملح وفلفل اسود وبهارات وكمون، معلقة كبيرة من كل حاجة، وهضربهم مع بعض كده علشان اتأكد ان التوابل دابت وما عملتش تكتلات كده. هنزل بقى بالخليط اللي عملته دوت على العجة وهقلبهم كويس، اتأكد ان كل المكونات دخلت في بعض وامتزجت. اخر حاجة بحطها هي معلقة توم مفروم، بيضيع لي زفارة البيض وبيدي تيست حلو جدا للعجة. بس خلاص هسوي وشها، وطبعا اتأكد ان كل المواد دخلت في بعضها. هدخلها الفرن على درجة حرارة 200 في الرف الوسطاني. هتاخد معاكم تلت ساعة برضو بالكتير، يعني مش اكتر من كده. عايزة اقول لكم اكلة حرشة وهتأكلنا بقى مع طبق بتنجان مخلل. عايزين تعملوا جنبها رز ابيض، عايزين تعملوا جنبها مكرونة، بس احنا بناكلها بالعيش. يا رب تكون عجبتكم والوصفة عجبتكم. عايزاكم تكتبوا لي بقى تعليقاتكم الجميلة، ان شاء الله هستناها. وما تنسوش بقى تعملوا لي لايك واشتراك في القناة لو حابين، واشوفكم على خير ان شاء الله.